في البداية لو بتخاف أو مش بتحب الدم فالملخص ده مش ليك، ولو قلبك جايبك ما تنساش تضغط على الإعجاب وتشترك بالقناة وتتابع معايا الملخص الأسطوري ده. بتبدأ الحكاية من كام سنة لما ظهر مهرج شرير جدا وكان بيقتل ضحاياه وخصوصا الستات. القصة بدأت تكبر لما ظهر للمهرج واحدة هي اللي تقدر بس تخلص عليه، وده كان كله في الأجزاء اللي فاتت. لو ما شفتهاش اتأكد تروح تشوفها علشان تتابع القصة مظبوط. بتبتدي الحكاية الجديدة يوم راس السنة جوه بيت عيلة والكل كان نايم. فجأة بتيجي البنت الصغيرة تصحي أمها وبتقول إن في حد على السطح. أمها بترجعها لسريرها وبتحاول تطمنها، لكن لما الأم كانت في المطبخ بتسمع هي صوت. بتروح تتأكد وبتقفل الباب كويس وبترجع تنام. بعد شوية البنت بترجع تصحى تاني وبتشوف ظل حد تحت وبتفتكر إنه بابا نويل، ولما شافته عند الشجرة كان بيطلع الفاس من الشنطة بتاعته. بيتحرك للدور التاني وبيدخل أوضة أخوها، ومن بره بتسمع صوت تقطيع، ولما خرج كانت الفاس غرقانة دم. بيروح لأوضة أمها وأبوها وبيخلص الأول على الأب. وقتها بتصحى الأم مرعوبة لما شافت المنظر وبيطلع إن القاتل هو المهرج الشيطاني. بتقدر الأم تهرب تدور على بنتها وبتنصدم لما شافت جثة ابنها متقطعة في أوضته. بيرجع يطاردها المهرج وقبل ما تخرج من الباب بيطعنها في ظهرها وبعدها بيضربها في راسها وبتموت فورا. بيقعد المهرج ياكل وبيشرب الحليب وسط أشلاء العيلة الميتة وبعدها بيغسل الأطباق، لكن بيحس بالبنت اللي كانت متخبية لكنه مش بيعمل لها حاجة. بنرجع ل5 سنين قبل الحادثة دي، وقت ما ضابط شرطة بيوصل لمكان حصلت فيه جريمة قتل وبيلاقي شخص لابس لبس المهرج مقطوع راسه، لكن لما بيفحص المكان وبيرجع يبص على الجثة فجأة مش بيلاقيها، ومرة واحدة بدأت تخنق فيه لحد ما بيموت. في المترو كانت فيه ست متشردة بتعد فلوسها. لما بيدخل المهرج وبيحاول يثبت راس الضابط مكان راسه المقطوعة وسط صدمة من الست، بنروح للمستشفى اللي كانت فيها البنت المهرجة اللي كانت في الأجزاء اللي فاتت. وقتها بيسمع الدكتور صوت، ولما بيروح لأوضتها بيلاقي هي وراس المهرج بياكلوا ممرضة تانية، والبنت بتطلب انه يساعد المهرج انه يرجع راسه، وفجأة بتجري تخنقه وهي بتضحك. وبيوصل المهرج وهما الاتنين بيقطعوا جلد وشه. بيخرجوا الاتنين وبيركبوا المترو بعد ما المهرج ظبط نفسه. وقتها دخل شخص لابس نفس لبس المهرج وكان مبسوط وصورهم، حتى هم اخدوه معاهم وكان مصيره الموت، والمهرج بيلبس هدومه النظيفة. بتعدي الايام وبنشوف شخص اسمه جورج جاي ياخد بنت اخوه سينا من المستشفى، ولما بيرجعوا للبيت بتقابل جابي بنت عمها وبتسلم عليها هي وامها. في مكان تاني 2 من العمال بيدخلوا بيت مهجور قديم جدا والمفروض هو بيت المهرج. كان في قصة قديمة عن البيت ان من التسعينات اطفال كتير اتخطفوا وتخلص عليهم هنا واتدفنوا في الدور الارض. بنرجع لسينا وبنت عمها لما كانت بترتب هدومها. وقتها جابي شافت مذكراتها ولما قريتها بتعرف انها عن المهرج. وقتها سينا اخدتها منها على طول وقالت لها انها حاجة خاصة بيها. عند العمال واحد منهم بيدور في البيت، بيوصل لمكانه وبيلاقي المهرج قاعد على الكرسي بيحاول يكلمه وبدأ ينادي على صاحبه اللي وقتها كان وصل للبنت اللي بيلاقيها محروقة في البانيو وبيصورها. وفجأة البنت بتطعن الراجل في رقبته وبتقوم من البانيو وبتخلص عليه. اما التاني فجأة المهرج بيمسك راسه وبيقوم من على الكرسي وبيبدأ يقطع اطرافه، وفي الاخر بيفتح راسه بالمشرط اللي كان معاه وبيموت فورا. في البيت عند سينا وعيلتها كانوا بيتكلموا عن يوم راس السنة واللي المفروض يعملوه. وقتها جابي بتتكلم عن جرح ايدها وانها بتحب شكل الدم. وفجأة سينا بتشوف صاحبتها اللي ماتت الجزء اللي فات اللي كانت بتتهمها انها هي واخوها سبب موتها. من التوتر والخوف بتقوم وبتسيب الاكل. في مكان تاني بنشوف جو اخو سينا وقت ما ميا صاحبة صديقه كول بتطلب انها تعمل معاه لقاء ويحكي لها عن اللي حصل له مع المهرج. بتتصل اخته سينا بيه وبتعرفه انها خرجت من المستشفى وكانت متحمسة انهم يقضوا راس السنة مع بعض، وبيبان انها بتاخد ادوية علشان الهلاوس اللي بتحصل لها من بعد الحادثة. في مكان تاني كان المهرج بيجهز نيتروجين سائل وبيجربوا على فار اللي بيتجمد فورا وبيكسروا لحد الموت. وقتها بيروح المهرج لمطعم فيه بابا نويل وبيبان انه مبسوط انه شافه، ولما سألوه ايه اللي معاه في الكيسة بيروحوا بيطلع لهم زمارة لعبة وبينبسط بابا نويل وبيطلب يقعد معاهم. بيشربوا مع بعض، لكن لما بدأ المهرج يضايقهم بحركاته صاحب المطعم حاول يطرده. وقتها المهرج خرج المسدس وقتل صاحب المحل وصاحب بابا نويل وربط بابا نويل ولبس اللبس بتاعه وبيخرج النيتروجين السائل، والراجل بيترجاه يسيبه لكن بيجمد اطرافه وبدأ يكسر فيها بالمطرقة زي الفخار، وبعدها جمد راسه وكسرها والراجل مات فورا.
تاني يوم كان الناس بيجهزوا لراس السنة وبيتصوروا مع سانتا، وقت ما جابي وسينا كانوا بيجيبوا هدية لجو. وقتها سينا بتسمع نفس موسيقى المهرج، وفي نفس الوقت شافت المهرج بلبس سانتا وبيسلم عليها. في مكان تاني بتروح سينا تقابل اخوها جو وبتطلب انه يجي يحضر معاهم يوم راس السنة، لكن رفض دلوقتي. بعد شوية بيجي اصحابه كل ومية اللي كانوا مبسوطين انهم شايفين سينا، اللي سمعوا قصتها مع المهرج وكل الجرايم اللي حصلت، وكانت عاوزة تعمل معاها لقاء. لكن ده بيضايق سينا لان الكل عاوز مصلحته ومش مهتم بشعور الناس. ولما بيبقوا لوحدهم بتقول لاخوها انها شافت المهرج تاني في السوق، لكن مش بيصدقها وبيعرفها انهم قطعوا راسه. لكن بتفكره بالرسالة اللي هو بعتها ليها زمان، اللي بيقول فيها ان الشياطين اللي بتحاول تدخل العالم بتاع البشر عن طريق التلبس، وافضل اختيار ليهم هو شخص متوفي، ومش اي شخص لازم يكون سفاح. وكمان بيستخدموا البنت اللي كان اسمها فيكتوريا اللي كانت واحدة من ضحاياه قبل كده كوسيط. وقتها سينا بتقرر تروح لقبر المهرج علشان تشوف لو كان مدفون ولا لا. في المول بيظهر المهرج بلبس سانتا وبيقعد على الكرسي بتاعه وبيستنى الاطفال تيجي عنده. بدأ فعلا يوزع هدايا على الاطفال اللي كانوا مبسوطين. بيجي الامن لان مش ده سانتا اللي شغال معاهم وبيطلب منه يمشي. واحد من الاطفال بيفتح هديته اللي بتطلع قنبله وبتفجر المكان، وكل اللي كانوا قريبين ماتوا. بترجع سيانا البيت وكانت جايبه هديه لجابي وبتحطها ورا شجره، وبتشوفها جابي وبيهزروا مع بعض. بتروح سيانا تغسل ايدها وبنعرف انها فتحت قبر. بيوصل المهرج لسكن الطلبه وبيقدر يوصل لاوضه ميا وكول، وبيسمعهم بيتكلموا عن المقابله اللي عايزين يعملوها عن اخطر سفاح في التاريخ، وبينبسط. في البيت عند سيانا بيسمعوا خبر انفجار المول والمشتبه بيه شخص لابس سانتا. وقتها سيانا بتجيلها الحاله وبتفضل تقول ان المهرج موجود وانها شافته النهارده وانها عارفه انه محدش هيصدقها. بتطلب انهم يتصلوا باخوها فورا وطلبت ان يجي عندهم لانه مش في امان. بيروح جريج علشان يجيبه. في نفس الوقت كان المهرج في حمام السكن وكل ومية هناك. بيخرج المنشار وبيقرب منهم. فجاه بيكسر الباب عليهم وبيقطع اطراف كل، وبيقطع في مية لحد لما خلاص كانت بتموت. بيقلع النضاره وبيوريها عينه لانها كانت عاوزه تشوفها، وبعدها بيموتها. كل ده وكل كان لسه عايش وبيزحف. بيروح للمهرج وبيفصل رجله وبيقطعه نصين بالشنيور وهو مستمتع باللي بيحصل، وبعدها بيقعد يرتاح. في نص الليل بتصحى جابي وبتنزل الدور الارضي. كانت وقتها سيانا بتحلم بابوها لما رسم بطلة بسيف اللي تقدر تهزم اي شر، لكن فجأة ابوها بيترعش وبتفتكر سيانا كل اللي حصل معاها. بتتنقل لمكان وشخص لابس درع بيصرخ عليها، وفجأة بتصحى من النوم. بتسمع صوت اخوها وجريك تحت بيتكلموا عن انهم عاوزين يخلصوا منها لانها هي اللعنة. لما نزلت بهدوء بتكتشف ان اللي بتتكلم هي فيكتوريا البنت اللي مع المهرج. المهرج بيعلق جثة على الحيطة. بتحاول سيانا تهرب لكن المهرج بيمسكها وبيرميها على الطاولة. بيرفع المطرقة وبيضربها بيها وبتفقد الوعي. بتصحى وبتلاقي نفسها مربوطة على كرسي، والبنت اللي مع المهرج بتفتح كل الهدايا، وفي هدية بتنزل دم قدامها وكانت جسم مربوطة كمان. وعلى شجرة بتشوف راس جريج وبتعرف انه مات هو كمان. بتقوم البنت وبتشيل اللزقة من على الجسم وبتسألها عن بنتها. بيقرب المهرج وبيكشف عن الهدية اللي في النص واللي كانت جمجمة في قفص والفيران بتاكلها، والبنت بتقول ان دي جابي. وسيانا بتصرخ والمهرج بيسكتها، وبعدها بيشربوا جسم مية نار وبيدخلوا فيران في بقها علشان ياكلوها من جوه. في الاخر فيكتوريا بتخلص عليها. بتروح لسيانا وبتقول لها انها مش هي المنقذة، وبتلبسها سلك شيك في راسها. وبتهدد سيانا انها تخلص على كل اللي بتحبهم، وبتعرفها ان اللي في القفص ده مش جابي، وبتطلع انها لسه عايشة. البنت الصغيرة بتترعب لما بتشوف امها، وبتفضل سيانا تترجاهم يسيبوا البنت. لكن المهرج بيخرج الراس اللي كانت في القفص وبيلبسها نضارة. وقتها بتعرف سيانا للجمجمة دي بتاعت اخوها جو. بتصرخ من الزعل عليه. وقتها فيكتوريا بتخنقها وبتبدأ تنقل روحها جوه جسم سيانا، بس فيكتوريا مش بتعرف. وكان السبب ان سيانا لسه بتقاوم علشان تحمي جابي. بيمسكها المهرج وكان ناوي يخلص منها هي كمان. بتعتذر جابي لسيانا انها ما فتحتش هديتها. لما فيكتوريا سمعت كده راحت هي تفتحها، بس طلبت من سيانا انها تفتحها بنفسها علشان تشوف هدية جابي قبل ما تموت. بيروح المهرج يكسر ايد سيانا وبيقطع الحبل وبيطلبوا منها تفتح الهدية. ولما فتحت الهدية قالت ان دي احسن هدية جات لها في حياتها، وكان هو السيف اللي خرجته وجرحت بيه المهرج، وبترميه تطعن فيكتوريا بيه. خرجته تاني وبتقطع راسها بيه. وقتها كان لسه المهرج عايش وبيهاجم عليها بالشنيور. بتحاول تقاوم بكل قوتها، وكانت فعلا هي اقوى من المهرج، وحاولت جابي تساعدها. بتفضل سيانا تجرح في المهرج وهو بيحاول يخلص عليها
عليها لحد ما السيف والشنيور بيقعوا، بيعضها وبيرميها على الارض وبيحاول يسحبها للشنيور. بتقدر تبعده وبتشوف السيف قريب، بس المهرج بيحاول يخنقها. وقت ما الدم اللي بينزل من فيكتوريا كان بيحلل راسها، بتقدر سينا تفك من المهرج، وقبل ما يجيب سلاح تاني بتمسك السيف وبتطعنه بيه. فجأة الدم كان فتح الارض تحت جابي وبتقع في حفرة لكنها بتتعلق فيها. بتجري سينا تحاول تسحبها بالسيف بتاعها لكن مش بتقدر، وجابي بتقع مع السيف في الحفرة. كان وقتها المهرج هرب من البيت. بتقعد سينا وهي مش مصدقة اللي حصل معاها تاني، لكن فجأة جرح ايدها بدأ يلم بسرعة، بس كانت لسه مش قادرة تنسى جابي وكل اهلها اللي ماتوا. وقتها كان المهرج قاعد في كابينة في الشارع مستني الاتوبيس، ولما بيجي بيركبه كان في ست في الباص مرعوبة منه وبتعمل نفسها مش شايفاه. بيخرج المهرج زمارته وبينتهي الفيلم لحد كده. الفيلم ده مش قوي زي الجزء اللي فات واللي قبله، لو ما كنتش شفتهم فانت فايتك متعة ورعب مش هتتصوروا. هتلاقي الروابط بتاعتهم في صندوق الوصف. ما تنساش تضغط على الاعجاب وتشترك هنا بالقناة، وتشترك كمان في القناة التانية اللي اسمها فيلم بسيط. سلام.